والله يا جماعة ترفع القبعة لهذا المنتخب وهذا البلد العظيم بلد السودان. ترفع القبعة لمنتخب السودان بعد اللي عملوه في بطولة كأس العرب وتأهلوا لإلها. يا رجل، بالرغم من المعاناة اللي بيعاني منها كل مواطن سوداني، وبالرغم من إنه بالمباراة أمام لبنان كان مطرود منهم لاعب وبيلعبوا ب10 لاعبين، المنتخب السوداني عم بنجح بإنه يتأهل إلى بطولة كأس العرب بقطر. المنتخب السوداني عم بنجح بإنه يقصي منتخب لبنان. هارد لك لبنان طبعا، على راسي من فوق، ولكن بالرغم من المعاناة وبالرغم من الطرد يا رجل في المباراة، إلا إنهم قدروا يتأهلوا لبطولة كأس العرب بقطر. صقور الجديان منتخب السودان إلى كأس العرب رسميا في قطر. السودان يا السودان، شو بدنا نقول عنكم؟ ولكن أنا بحب أقول عنكم المحاربين. نعم، المحاربين اللي بيحاربوا رغم الظروف السيئة، اللي بيحاربوا خارج وداخل الملعب، واليوم بلاعب ناقص، بلاعب مطرود، المنتخب السوداني بيتأهل رسميا إلى كأس العرب أمام المنتخب اللبناني. والله ألف مبروك للمنتخب السوداني، بتستاهلوا هاي الفرحة، اضحكوا وابتسموا، بتستاهلوا والله. وهارد لك للمنتخب والشعب اللبناني. ولكن الآن بنقول هيا بنا، هيا بنا يا سودان إلى قطر. نحن بلبنان معروف عنا مندافع عن المظلومين وما بنرضى نزعل اخواتنا. رسميا لبنان خارج كأس العرب. ألف مبروك للسودان. صحيح انه كان ناقصهم لاعب، بس حتى لو كان ناقصهم المنتخب كله ما كنا حنتأهل. بذات الوقت المنتخب اللبناني للسيدات عم يخسر امام المنتخب الفلسطيني ببطولة غرب آسيا. طب والله قلبنا طيب. عاكل الأحوال بطولة كأس العرب حيكون فيها مستوى خرافي من منتخب الجزائر، المغرب، العراق، تونس. منيح ما تأهل. هي السودان، هي السودان تعبر، هي السودان. نعم، منتخب الصقور الجديان. مبروك مبروك يا سلمين، مبروك، اقسم بالله مبروك من كل قلبي، والله مبروك من كل قلبي، اقسم بالله انكم رجال بالملعب وخارج ملعب. هارد لك المنتخب اللبناني يلا قاتل، والله لعبوا بس اقسم بالله السودان مطرود لاعب من اول شوط، خسرانين كيف عملوا ريمونتادا. والله رجال والله بيستاهلوا من بعد الطرد يعودوا بهيك نتيجه ريمونتادا على لبنان ويتأهلوا على كأس العرب ونحن خارج كأس العرب. مبروك للسودان يلي عم بعاني ويلي محروق قلبهم، خاصة هن محروق قلبهم باللي عم يصير بالسودان. ورغم كل هيدا اللعيبة قاتلوا ونجحوا يروحوا كأس العرب، ونحن خلينا نايمين. يلا نحن الجمهور اللبناني كله نايم، ايام ودرجات كله سودانية، كله سودانية. اللبنانيين شاطرين بالسياسة، هيدا مع هيدا، هيدا مع هيدا، احزاب واحزاب، هيك نحن اللبنانيين شاطرين. حسبي الله. ما في دعم كبير للمنتخب الوطني بكرة القدم. هيدا هو لبنان، هيدا هو لبنان للأسف. والله العظيم لو في دعم جمهوري ومعنوي للمنتخب اللبناني كله بتغير. هارد لك لبنان، وألف مبروك لحبايبنا السودانيين إلى تأهل إلى كأس العرب. الصقور يحلقون هنا، يحلقون هنا بهدف. يا اخي والله بدي افرح، والله بدي افرح. يعني والله العظيم انا بعد ما تخطيت خسارة برشلونة امبارح قلت اليوم بفرحون المنتخب اللبناني. لبنان خارج كأس العرب. يعني من بعد ما انطرد لاعب من السودان قدروا لبنان انه يسجلوا هدف، بس من بعدها اجوا السودان عدلوا نتيجة، ومن بعدها كمان سجلوا هدف الفوز اللي هو هدف الثاني. هيدا السيناريو مطرود لاعب من السودان والمنتخب اللبناني كامل متكامل. تخيلوا منتخب السودان رغم انه مطرود لاعب من عندهم لعبوا احسن بكتير من لبنان. المنتخب السوداني لعب لاخر دقيقة، لاخر نفس كرمال منتخبه وبلده، عكس ما عملوا المنتخب اللبناني. ليش يا لبنان ليش؟ بس مرة فرحونا. ألف مبروك للمنتخب السوداني، بتستاهلوا هيدا الفوز وكتير كمان. هيدي الفرحة دايما بيستاهلوها الشعب السوداني. مبروك لكم التأهل لكأس العرب وبالتوفيق بالمجموعة تاعيتكم. أما لبنان هارد لك لمنتخبنا، لشعبنا، لبلدنا.
1000 مليون مبروك لكل سوداني على وجه الدنيا. 1000 مبروك يا السودان. السودان اللي ما فيها دوري يلعبون في موريتانيا، السودان بدون دعم اللي بظروف، السودان اللي لعبت 100 دقيقة وعندها طرد 10 لعيبة، السودان اللي جمهور السودان ملا ملعب حمد الكبير. الله يا أبناء، يعني أنا والله أنا أقول في نفسي يا أخي تخيل السودان تطلع يا أخوان ماتشات كأس العرب، الجمهور هذا بينجح البطولة في قطر يا أخوان، بيجي جمهور سعودي، بيجي جمهور جزائري، بس الجالية السودانية في قطر كثيرة. إذا كنت سودانية سترزق بالمليار، والله ينصر الفاشل. اعمل الله يكون. امشي أنا وأنت سوا يا سولف، امشي على شارع النيل. مبروك.